يا صباح الفل والخيرات عليكم. لسه مكملين في حديثنا عن العلاقات والاتزان فيها، وايه الادوات وايه الجوانب اللي تساعدنا على ان احنا نعيش علاقة متزنة اكتر، وايه هي الامور اللي ممكن تجنبها يجنبنا ان احنا نمر باضطرابات في العلاقات دي. الحقيقة النهاردة عايزة اتكلم عن اداة تانية او عايزة اتكلم عن سلوك تاني من السلوكيات اللي تساعدنا على الاتزان في العلاقة. بس في صميم الامر الحقيقة انا مش شايفاه الاتزان في العلاقة بس، أنا شايفة إن الأمر ده أو السلوك ده اليقين بيه بيساعدنا على الاتزان في الحياة عامة، في رحلتنا، إن إحنا نكون ماشيين على الدوام كده فاهمين إحنا بنعمل إيه، ألا وهو اليقين بالدور. أنا هنا ليه؟ أنا في العلاقة دي ليه؟ أنا دوري فيها إيه؟ أنا إيه بالظبط اللي بعمله؟ إيه بالظبط اللي بنفقه؟ النفع اللي بقدمه. طب أنا المبادئ اللي أنا حاططها أو أنا الدور اللي أنا حاطه لنفسي، اللي أنا بنفقه في العلاقة واللي أنا واخد بالي منه واللي أنا عارف جوانبه كلها وعارف واجباته كلها، أنا حاططها وفق أوامر ربنا سبحانه وتعالى ولا حاططها وفق الموروث، العادات والتقاليد، وجهة نظر المجتمع، وجهة نظر العيب والصح والغلط. أنا حاطط التفاصيل بتاعتي والقيم بتاعتي وفق إيه من الحياة، وفق إيه من اللي أنا مؤمن بيه وأنا على يقين بيه. اتزاني ويقيني بالأمر ده ومعرفتي بيه ومعرفتي بدوري بشكل متزن وبشكل واضح، وابقى فاهم كل دور من أدوار علاقاتي أنا بلعبه، وكل دور من أدوار علاقاتي أنا بمارسه الأصل فيه إيه واللي بيحركني فيه إيه ودوري هو أصلا ماشي على أساس إيه، يساعدني بشكل كبير جدا إن أنا أمارس الاتزان في العلاقة. وزي ما قلنا إحنا مش بنتكلم بس عن علاقات محدودة أو العلاقات بالشريك أو العلاقات بالأولاد، إحنا بنتكلم على مستوى العلاقات عامة. النهارده كمان السلوك ده احنا بنتكلم بيه على مستوى الحياة عامة. التفاصيل اكتر، انا شايفة ان الموضوع ده ممكن يكون محتاج مننا تفاصيل اكتر. احنا اتكلمنا عن الادوات دي، انت ممكن ترجع لها مرة تانية من خلال هاشتاج من اجل علاقة بروقان. لكن التفصيلة الخاصة بممارسة الدور وتفاصيل ادوارنا في العلاقات انا شايفة ان احنا ممكن نعمل عنها حديث اكتر. ايه رأيكم؟ يلا بينا لايف نتكلم فيه عن دورنا في العلاقات ووعينا بيه ويقيننا بالمحركات الأساسية اللي بتحركنا في العلاقات حوالينا ايه. لو موافقين اكتبوا لي في الكومنتات موافقين على لايف، يلا بينا نحدد له موعد. صباحكم خير ورزق يا رب.